لحد بقى ما اتقابلنا في زنقه ستات. اه فانا بصور شوت وبتاع ومش مركزه مين مدير التصوير، انا مالي، مش موضوعي اصلا في الاخر يعني. عارف. كنت عارفه بس كنت مش مجمعه يعني، عارفه لما تسمعي الاسم بس مش مجمعه. واتقال لك قال لك فلان. يا توتي خلاص، يا توتي بقى جوزك بقى خلاص بقى. المهم يعني ان انا ما اديتش كنت سهله اهتمام، ومهتميه ما اديتش اهتمام. ويا تكون انت اللي مرشحه. لا والله ده انا كنت بتعامل خالص، لا، لا. اقسم بالله. عم احمد صبحي بيكلمني في التليفون فبيقول لي الفيلم، وش قلت له عم احمد انا مشغوله وما عنديش وقت. قال لي بقول لك ايه، ده انا جايب لك خالد الحلفاوي وعز العرب مدير تصوير. اهو قلت له يا عم احمد انا اعمل ايه يعني، انا مالي ده اللي باستاذ خلاها خالد تبني. ومالي باستاذ عز، انا مش فاضيه. طب هم تصويرك كله هيبقى اسبوع وتنزلي تخلصي وعلى طول ويلا. نزلت اصور يا بنتي اول يوم، المهم لقيت استاذ خالد حلفاوي بيشرح لي الشوت، فقال له تمام يا عز، قال له اه تمام يا ريس، هو ليه تون كده. فالمهم قلت له عز، فبلف كده قلت له عز العرب. مش عارفه ازيك يا عز، قال لي تمام تمام تمام، بعد الشوت بقى نبقى نسلم. المهم خلصنا الشوت وراح مسلم، اخبارك ايه، عامله ايه، بتاع تمام. عدينا بقى اسبوعين ثلاثه كده في التصوير الفيلم وبتاع، فاليوم اللي قبل الاخير حاجه كده، فوليد الحلفاوي اخو خالد، هو كان المخرج المنافس بتاع الفيلم، انت رايحه فين بالليل؟ احنا كلنا خارجين رايحين مكان في المهندسين، تيجي تقعدي معانا شويه بتاع مش عارفه ايه. لا قرفانه ومكتئبه وحالتي صعبه مش عايزه انزل يا وليد. طب معلش تعالي، طب فكي معانا، طب انتوا نازلين فين؟ فقال لي المكان ده قصاد بيتي اصلا. فقلت له طب خلاص انا انزل اقعد معاكم شويه. المهم رحت فلقيت عز بيسلم عليا، فطلبت حاجه وطلبت درينك وطلبت حاجه وقلت اقعد وبتاع. فالمهم جاي حاسب، قالوا لي لا استاذ عز بيقول ان الشيك بتاعك معاه. الله فرحت الله مكرمشه على 200 المسا. جنيه. ضيفه رحت مكرمشه 200 جنيه ورحت رايحه له قلت له ميرسي يا عز بس انا ما بحبش حد يحاسب لي. عيب ومش عيب، وانتي احنا اللي قايلين لك تنزلي واحنا اللي مش، هو بيرسم برضه والله بيظبط. ايوه صح. فاحنا اللي قايلين لك انت خارجه مع رجاله ما ينفعش الكلام ده وبتاع. فقلت له طب كتر خيرك يا سيدي متشكرين. قال لي على فكره عيد ميلادي كمان 3 ايام. الله، يعني العزومه قدامها هديه، ده سخن قوي. المهم يعني انا رحت ايه، قلت خلاص الواد عزمني فبرضه مش منظر، وبعدين دفع لي الحساب برضه يعني كسر فلازم، عيني، فانا لازم ارد بقى كرامتي واروح اجيب له هديه واصرف واكلف. صح. رحت جايبه ازازه برفان كان عليها سيل كده في واحده وعلى في واحده. دخله تدهاني وده البرفيوم اللي انا حاطه هو اصلا. البرفيوم اللي هو حاطه من هنا بقى حصل لينك، حصل الكلام. الله. فلو انت عرفتي منين ان انا بحط البرفيوم ده؟ والله ما اعرف، انا لقيت بيقولوا لي ده حاجه كويسه وجديده ولسه نازله والبتاع، فقلت اجيبها خلاص. لك.